الجمهور اتسببت المشاعير دي ولا الشماريخ في انه يلعب، كان هيبقى ماتش حلو قوي. كان ماتش هيبقى مع الوداد احتفاليه للدوري العام. شفتم يا جماهير اتسببتم في يوم كان هيبقى جميل قوي قوي قوي. هذه الشرطه العسكريه، لازم نحيي الجيش والشرطه اهو. الشرطه بتاع الشرطه واقف في حمى الجيش، والجيش بنشكره وبنقول له سياده المشير متشكرين سياده المشير، بس علينا ان احنا نسمع بكره ميدان التحرير عاوزين ايه. الناس بدات تقلق، لازم ما نخليهاش تقلق، ولازم نديها الثقه، ولازم الشعار بتاع بكره مين مع مين ومين ضد مين ومين بيضحك على مين ينتهي بشعار اخر، كلنا مع مصر ان شاء الله، كلنا بنحيي ثوره الشباب، كل الاحزاب لها هدف، كل مصر لها هدف في ظل رعايه القوات المسلحه ان شاء الله. يا سياده المشير يعني على بركه الله بكره يعدي على خير، والعالم كله بيبص على مصر ويبص على ثوره مصر. نتمنى انها ثوره سلميه، ثوره بيضاء، وعلى سياده المشير والمجلس المجلس الاعلى للمسلحه يسمع الناس عاوزه ايه، لانها بتقول حاجات مهمه جدا جدا. ولع شماريخ، ما تولعش شماريخ، خد 30,000 جنيه، ما تاخدش 30,000 جنيه، خدوا الدوري، ما يهمش حاجه، ما يهمش عامر حسين. ادي عماد متعب، الناس بتحييه، عارفه ان هو يعني بيعاني من سرعه وصور والكلام ده كله. النهارده يوم الاهلي العظيم، يوم الاحتفاليه الكبيره، يوم يعني بيجنوا ثمارهم بتاعه الموسم والموسم السابق والدنيا دي كلها. مرة أخرى بنعزي الكابتن محمود الخطيب في وفاة شقيقته، مرة أخرى بقول للكابتن حسن حمدي ما تزعلش من حد عندك، مرة أخرى بنقول لجماهير النادي الأهلي كل سنة وأنتم طيبين بالدرع المرة السابعة. مرة أخرى بقول حسام البدري وزيزو شركاء مع العتويل الكبير مستر جوزيه اللي خد الأمور وصلحها وطلع بيها طلعة كويسة وفاز بالدوري زي ما انتم شايفين. يعني نقدر نقول مرة أخرى بنقول شكرا لمسؤولي قناة الأهلي، ابتداء من مشرف على القناة مصطفى جمعة، الإعلانات الصديق البط، حتى الصبحي بتاع الماليات، وننزل من الثلاثة دول وننزل على طول على ملعب الأهلي الكابتن خالد توحيد، كابتن طه اسماعيل، كابتن عصام عبد المنعم، الكابتن زكريا ناصف، وضيوفنا اللي كانوا قبل كده حمزة الجمل وجمال عبد الحميد، ومين تاني كان موجود معاهم في بعض الحلقات، كابتن طه بصري طبعا. وبعدين تحية كبيرة للصديق الشناوي اللي اختفى، ما اعرفش راح فين ومحدش بيقول لي عاوز يروح فين. ما تقلقش والله، ودي دايما اسرار النادي الاهلي ما تعرفش ايه الحكايه. عموما بحيي كل الكوكبه دي، وما عنديش كلام اقوله مره ثانيه غير ان انا اختم. يا رب مصر بكره تبقى طيبه، يا رب بكره في جمعه بتاعه مصر تبقى جميله، يا رب القوات المسلحه تفضل مصر في حمايتها، يا رب مصر تفضل دائما دائما بخير ان شاء الله. واعزائي مشاهدي جماهير النادي الاهلي، مش اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي الف مبروك. واعزائي مشاهدي قناه الاهلي كان معكم المعلق رياض محمود بكر، واترككم لملعب النادي الاهلي الكابتن خالد توحيد، الكابتن طه اسماعيل، الكابتن عصام عبد المنعم، الكابتن زكريا ناصف، فالى هنا.